مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد آخر من برنامج حصيلة الكان. حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على حساب منتخب غينيا بيساو ب2-0 في افتتاح منافسات الدورة 34 لكأس الأمم الإفريقية. سجل أهداف المنتخب الإيفواري كل من سيكو فوفانا في الدقيقة 4 واللاعب فيليب كراسو في الدقيقة 58 من المباراة المئوية لمنتخب الأفيال في كأس إفريقيا، والتي أقيمت على ملعب الحسن وطرا بمدينة أبيجان بصافرة الحكم المصري أمين محمد عمر. وأصبح منتخب كوت ديفوار ثالث منتخب يصل ل100 مباراة في كأس إفريقيا بعد منتخبي مصر وغانا. وضمن نفس المجموعة سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثل على مباراة نيجيريا وغينيا الاستوائية اليوم الأحد. سجل للمنتخب الغيني اللاعب إيبان سلفادور في الدقيقة 36، وبعد مرور دقيقتين فقط عادلت نيجيريا النتيجة عن طريق اللاعب فيكتور أوسيمين. ولحساب المجموعة الثانية نجا منتخب مصر من الهزيمة أمام منتخب موزمبيق بعدما أدرك التعادل في الوقت بدل من الضائع. سجل المنتخب المصري مبكرا عن طريق اللاعب مصطفى محمد في الدقيقة 2. بعدها سجل المنتخب الموزمبيقي هدفين عن طريق اللاعب ويتني جواو في الدقيقة 55 واللاعب سيليسيو بواكي في الدقيقة 58، ليعدل بعدها محمد صلاح من نقطة الجزاء في آخر أنفاس المباراة. وفي المباراة الثانية لحساب نفس المجموعة حقق منتخب الراس الأخضر مفاجأة مدوية بإسقاطه منتخب غانا بعد التفوق عليه ب2-1. استهل منتخب الراس الأخضر التسجيل عن طريق اللاعب غاميرو مونيرو في الدقيقة 17 ليعادل بعدها منتخب غانا برأسية محكمة للاعب ألكسندر جيكو في الدقيقة 56. وفي آخر أنفاس المباراة خطف اللاعب غاري رودريغيز الفوز للرأس الأخضر في الدقيقة 90. والآن إلى أخبار المنتخب الوطني المغربي، حيث يواصل أسود الأطلس استعداداتهم لخوض غمار منافسات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، والتي أعطيت انطلاقتها يوم أمس السبت. وخاض المنتخب الوطني المغربي يوم أمس حصة تدريبية تميزت بتركيز الناخب الوطني وليد الركراكي على الجوانب التكتيكية والبدنية. وفي تصريح للموقع الرسمي للجامعة الوطنية المغربية لكرة القدم، قال عميد أسود الأطلس رومان غانم سايس أن المنتخب الوطني المغربي جاهز بدنيا وذهنيا للمنافسة، كما أكد أن كأس إفريقيا صعب ومعقد بحضور أقوى المنتخبات الإفريقية، مبرزا في الوقت ذاته أنه يعي تماما المسؤولية الملقاة على عاتق اللاعبين. بهذا الخبر مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه الحصة من برنامج حصيلة الكان. نلقاكم في قادم المواعيد، إلى اللقاء.